كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. شخصية اليوم قد حكم مملكته منذ عمر 9 سنوات. تسلم الحكم بعد وفاة عمه الذي مات عن طريق صاعقة. اشتهر بعدله بين الناس وأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة حتى وصلت إلى مكة المكرمة، فعرف في مكة بالملك الذي لا يظلم عنده أحد، بالإضافة إلى نبوغه في الحكم كان يعتبر من كبار علماء النصارى. وبسبب شخصيته الفذة صنع علاقة بين جزيرة العرب ومملكته. من نتحدث عنه كان ملكا للحبشة والتي هي بلادنا الآن إريتريا. عرف بين الناس باسم النجاشي، لكن وبالمناسبة هذا لقبه وليس اسمه، لأن الذي يحكم في الحبشة يكون اسمه النجاشي، مثل كسرى فارس وهرقل الروم. فالنجاشي ليس اسمه، لكن اسمه هو أصحم ابن أبجر الذي ينحدر من سلالة ملوك الحبشة، وكان أبوه ملك الحبشة ثم عمه، ثم هو تولى الحكم بعد عمه. وقد كانت أرضه ملاذ للمسلمين حين طاردهم المشركين بمكة، فكانت أول هجرة في الإسلام، ويقال أنها كانت في منطقة باضع والتي تعرف الآن بمصوع، حيث استقبلهم عدل النجاشي وكرم أجدادنا. وكان الصحابة بقيادة سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن المشركين لم يتركوهم في حالهم، حتى أنهم طردوهم إلى الحبشة، فأرسلوا وفدا بقيادة سيدنا عمرو ابن العاص قبل إسلامه، وكانوا يريدون من النجاشي تسليمهم المسلمين دون سؤال، وقدموا له العطايا والهدايا والتي كانت من عاداتنا المتبعة. ولكن قال النجاشي: لا والله لا أسلمهم لأحد حتى أسمع كلامهم. وأضاف: فإن كانوا على شر سلمتهم، وإن كانوا على خير حميتهم. فما أغنت الهدايا وما شفعت العطايا التي أتى بها المشركون. وبالفعل استدعى النجاشي المسلمين حتى يستمع لهم ويدافعوا عن أنفسهم. فقام سيدنا جعفر: أيها الملك، كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء للجيران، فبعث الله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا لعبادة الله وحده، فصدقناه واتبعناه. رد عليه النجاشي: فهل عندك مما جاء به من عند الله؟ أجابه سيدنا جعفر بالإيجاب، وقرأ له من سورة مريم. عندها قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة. ورفض أن يسلم المسلمين إلى المشركين، كما أنه أسلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخفى إسلامه وخاف من الفتنة، حتى أنه كان وكيلا للرسول صلى الله عليه وسلم في زواج حبيبة، وقد أعطاها النجاشي 400 دينار ذهبي، وأعطى للرسول صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة، وأرسلها مع المؤمنين في سفينتين للرسول صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكة، وفي السنة 9 للهجرة، وقيل 8 للهجرة، توفي جدنا الصالح النجاشي، حيث نعاه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فقال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فقوموا فصلوا عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الغائب التي لم يصلها لأحد من قبله أو بعده، وأصبحت سنة بعد وفاته، رضي الله عن سيدنا النجاشي، وجعل جنات الخلد مسكنه. فقد قوى المسلمين من ضعف وآمنهم من خوف، مبتغيا مرضات الله ورسوله، راسما سيرة عطرة، ومخلدا اسمه بحروف من نور يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحات